الأذى النفسي اللي أنا اتعرضت له في الطفولة، الجروح اللي أنا مريت بيها، الأذى في مشاعري، الأذى في كل حاجة، كونت شخصية ضعيفة، شخصية مش عارفة تتعامل مع الناس اللي حواليها، مش عارفة تنجح في حياتها. هي شخصية مأذية نفسيا. أنا عندي ألم جوايا من الجروح اللي حصلت لي في الماضي، وكان للأسف الشديد السبب في أقرب الناس ليا وهما الأهل. أعمل معاهم إيه؟ لو أنا أهلي سبب في أذيتي وسبب في أذية مشاعري وسبب في تكوين شخصية ضعيفة جدا وعندها هشاشة نفسية، أعمل إيه؟ أول خطوة في التشافي إن أنت تسمح إنك تشعر بالألم. اسمح إنك تبدأ تشوف مشاعرك اللي أنت حاسس بيها دلوقتي وتسميها، اديها اسم. أنا حاسس إن أنا حزين، حاسس إن أنا غضبان. ابدأ طلع المشاعر اللي عندك وسميها اسم. ما ينفعش إن أنت تنكرها. لا انا كويس، انا زي الفل، انا ما حصليش اي حاجه وانا جوايا مأذي جدا. او ان انا اتجاهل المشاعر دي وابدا ان انا عايز اعيش حياتي وانا جوايا مشاعر مأذي فعلا فيها. لازم ان انا ابدا ان انا اشعر بالالم. اسمح انك تشعر بالالم، دي خطوه مهمه جدا للتشافي. رقم 2، لازم تبدأ تفرغ مشاعرك. ابدأ اكتب الأذى اللي حصل لك، التجارب اللي انت مريت بيها، ايه السبب في الأذى اللي حصل لي، كانوا بيعاملوني ازاي، ايه الكلام اللي كان بيتقال لي وكان بيقطعني من جوه وبيجرحني. ابدأ طلع كل ده واكتبه. لو انت مش بتعرف تعبر بالكتابة، ابدأ شوف حد قريب منك قوي تثق فيه قوي وابدأ ان انت اتكلم معاه. بس انا بتكلم لمرة واحدة وببدأ ان انا خلاص اقفل الباب ده عشان ما افضلش عايش في دور الضحية، وده بيسبب لي أذى نفسي أكتر. بعد كده رقم 3، لازم تلقي المسؤولية الكاملة على ذاتك. أنا المسؤول. أنا المسؤول عن إعادة صياغة كتابة قصة حياتي من أول وجديد. أنا طول الوقت قصة حياتي هما اللي بيكتبوها. طول الوقت قصة حياتي فيها أذى، فيها صدمات، فيها تجارب من الماضي سيئة جدا. أنا عايش قصة حياة مأساوية. أنا محتاجة أقول أنا بطل القصة، أنا المسؤول عن تغيير قصة حياتي، أنا اللي هكتب قصة حياتي بإيدي. وده محتاج إن أنت تكون مقرر فعلا إن المسؤولية الكاملة على ذاتك مش على الناس اللي حواليك. اوعى تنتظر إن الأهل يجوا يطبطبوا عليك ويقولك معلش إحنا السبب، إحنا هنصلح لك اللي حصل. لا، انت السبب عن تغيير اللي حصل في حياتك، ودي مسؤولية، ودي بداية نجاحك وبداية تشافيك فعلا في العلاقة اللي انت مريت بيها او في الاذى اللي انت مريت بيه في حياتك. بعد كده لازم ان انا ابدا اكون علاقه صحيه مع ذاتي. انا طول الوقت في انفصال بيني وبين ذاتي، طول الوقت انا مش عارفه احبني، مش عارفه اقدرني، مش عارفه اتقبلني. انا محتاج ان انا اعمل تصالح مع ذاتي، محتاج ان انا اطبطب على نفسي واقول لها معلش. الجروح اللي انت مريتي بيها دي احنا هندويها مع بعض في الرحله، لان احنا هنعمل زي كاننا اصدقاء. انا محتاجه اعرف ايه اللي مضايقك ومزعلك عشان ما اعملوش تاني. محتاجه اعمل حدود للناس اللي حواليا اللي بيأذوني. محتاجه اقول لا لاي حاجه بتأذيني نفسيا عشان احافظ على علاقتي بذاتي واكون علاقه صحيه ايجابيه. هيجي معايا اخر خطوه، وهي خطوه مهمه جدا بس صعبه جدا على ناس كتير، وناس كتير هترفضها، بس لو فهمتها صح هتعرف تعملها صح. وهي التسامح. محتاجه ان انا اسامح الناس اللي اذتني، محتاج ان انا ادي مساحه ان انا احرر المشاعر اللي جوايا اللي فيها كره وغضب للناس اللي حواليا. طب اعملها ازاي؟ انا مش قادر، انا عايش فعلا في اذى نفسي وهم السبب. لو انا ما قدرتش ان انا اسامح، انا اللي مأذي مش الناس اللي حواليا. انا اللي مش هعرف اعيش حياه حقيقيه او حياه صحيه الفترات اللي جايه، وهفضل طول الوقت في الدايره دي. وطول ما انا مش عارف ان انا اكون عامل علاقه صحيه مع ذاتي ومحتاج ان انا احرر المشاعر دي، مش هعرف ان انا اعمل علاقه مع الناس اللي حواليا اللي هم اسرتي اللي انا هكونها بعد كده. لان انا ما كانش عندي تصالح مع ذاتي، ما كانش عندي تصالح مع المشاعر ان انا احررها. لان انا طول ما عندي المشاعر دي انا بتعامل بكره، بتعامل بغضب، بتعامل بضيق، بتعامل بحزن، بتعامل طول الوقت ان انا في ناس جات عليا واذتني، فمحتاج ان انا افرغ ده في ناس تانية، فانا اللي مأذي فعلا. طب افرغ ده ازاي واسامح ازاي وانا فعلا مش قادر؟ عشان تقدر انك تسامح، هو حاجه واحده هتخليك تقدر تسامح ده بقوه، انك تفهم السبب. ايه السبب اللي خلى اهلي اذوني بالطريقه دي؟ ايه السبب انهم عاملوني المعامله القاسيه دي؟ ايه السبب انهم كونوا شخصيتي بالطريقه دي؟ ايه السبب انهم خبوا الصوره الحقيقيه بتاعتي اللي ربنا خلقها جوايا وحطوا صوره مزيفه طول الوقت عايزين اشوفها؟ هتلاقي عندك هما حاجتين: اهلك اتعاملوا المعامله دي من وهم صغيرين، فبطريقه لا واعي او بدون ادراك بداوا يعملوا ده معاك بدون فهم وبدون وعي ان ده غلط.
اهلك اتعرضوا لتجارب صعبه وصدمات في حياتهم فبطريقه غير واعيه بداوا يعملوا ده معاك. في الاول والاخر يا جماعه هم اهلي بيحبوني، مش اعداء ليا. مش هفضل طول الوقت انا عايز ان انا انتقم من الناس دي، لا، هم الناس دي هم سبب في وجودك في الحياه، كان ليهم سبب. صح، الناس دي بتحبك فعلا، وهتعرف ده لما تكون اسره. هتعرف قد ايه انت بتحب ولادك، انت عايزهم يكونوا افضل حاجه، عايزهم يكونوا افضل من نفسك على فكره. بس الفكره انا ربيتهم ازاي. فانا محتاج ان انا اكون عندي وعي وادراك. هم ما كانش عندهم الوعي والادراك ده، فبداوا يربوا التربيه دي، بداوا ياذوا الاذى اللي حصل لك ده بسبب ان انا اتربيت بطريقه غلط، وما كانش عندي وعي ان انا اتربيت بطريقه غلط. بدات اربيك بالتربيه اللي انا عايزك تكون عليها وتكون افضل حاجه، ان ده اللي انا شفته، انا ما شفتش غير كده. فمحتاج ان انا افهم الاسباب عن طريق وهم بيحكوا عن طفولتهم، عن معاملتهم مع الاب والام كانت ازاي. هيفرق معاك انك بترسم صوره، هتبدا تبص لهم بمنظور مختلف، هتبدا ان انت تهدى من جواك، وهتختلف في حته ان انت بدل ما انا عندي مشاعر كره ومشاعر بغضه ليهم، لا، هبدا ان انا اشفق عليهم. الناس دي ما كانش عندها وعي وادراك كافي، فعشان كده ربوني التربيه القاسيه دي. هبدا ان انا اشكر وامتن ربنا ان انا حصل لي وعي وحصل لي ادراك، بدات ان انا افهم ايه المشكله اللي عندي، وازاي ان انا ابدا ان انا اشتغل عليها ويكون عندي وعي لذاتي، وان انا اقدر اعيش في قصه التشافي. اتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا جدا لكم.